دي صلصة. تمام، هنحط عليها الخضرة. هتجيبي شوية صلصة، حتى لو عندك صلصة محشي هتحطي بس معلقتين كده 3، وهتجيبي عليهم الخضرة. يعني احنا بنعمل نص وني في ني ونص بصلصة. تمام، هنحط كده ايه الخضرة. ده بصل مفروم. تمام، البصل المفروم والطماطم المفرومة بتديله طعم جميل، وبتبقى ريحته في السوا تحفة. تمام، ودي طماطم مفرومة في الكبة من غير مية ولا حاجة. تمام، مفرومة في الكبة كده. ونحط التوابل بقى. هنحط معلقة ملح. تمام، معلقة كبيرة ملح، معلقة كبيرة بهارات 7 بهارات. تمام، هنحط فلفل اسود برضو معلقة. هنحط كزبرة ناشفة برضو معلقة. هنحط شوية كمون برضو زي معلقة صغيرة كده كمون. تمام، ونقلب بقى كله، نقلب كله في بعضه كده. بعدين نحط الرز ونحشي. عندك ليا بقى عايزة تحطي فيها حتة حطي، بس كده كده الممبار مغسول وفي قلبيه الدهن بتاعه، فهيبقى برضو طعمه جميل، بس اللي برضو بتخلي طعمه تحفة. عايزاه سبايسي حطي له شوية شطة حامية. عايزاه عادي، انا هعمله عادي عشان خاطر الولاد ما بيعرفوش ياكلوا السبايسي. تمام، بس وتحطي الرز وتبتدي تحشي بس. وبعد كده هنحط الرز ما بيتغسلش. تمام، هو اصلا يعني نضيف، رز نضيف ودرجة اولى ما بيتغسلش. تمام، هنحطه ونقلب كله في بعضه بقى كده، تخلطي كله بالخلطة كده. وبعد كده ايه تبتدي تحشي. حاجة سهلة وبسيطة لكل المبتدئين، فمش مش متعبة ومش مكلفة، وكل المكونات عندك في البيت. تمام، وبما ان العيد بقى الكبير داخل علينا، تعمليها بقى كده للولاد يوم الوقفة، ياكلوا عليها كده يفطروا عليها.